بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. يعني كابتن حسني عبد ربه وله مننا كل التقدير والاحترام، كان طلع بتصريح تمام بيقول لك ان اللي وصل له نادي الاسماعيلي في الوقت الحالي هو من التحكيم. والله يا كابتن، هو الواحد يعني ابتدى يكره الكرة في مصر عموما. يعني مش عشان التحكيم، هو التحكيم جزء طبعا من المشاكل اللي بتحصل، وجزء كبير طبعا. ولكن انت يعني حضرتك سبت المشكلة الأساسية وبتتكلم في مشكلة يعني هي ما تذكرش في المستوى اللي وصله النادي الإسماعيلي إطلاقا. دي مشكلة طفيفة جدا، وكل يعني أندية الدوري بتعاني منها. مش هقول لك النادي الأهلي بس أو النادي الزمالك بس أو الإسماعيلي، كل أندية مصر بتعاني منها. لأن احنا عندنا التحكيم بعافية بعافية بعافية. محدش يزعل من كلامي ده، إن ده الصح وده الحقيقة وده الواقع اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي. ولكن يعني حضرتك سبت المشكلة الكبيرة وبتتكلم في مشكلة يعني هي شبه لا تذكر. ايه هي المشكلة الكبيرة؟ وهي مجالس الإدارات. ليه حضرتك ما تطلع يعني تتكلم وتقول ان مجالس الإدارات في نادي الإسماعيلي هي اللي وصلت نادي الإسماعيلي إلى هذا المستوى؟ ايه المشكلة؟ تخاف حد يزعل منك؟ بلاش تتكلموا بقى يا جماعة، بلاش تتكلموا يعني حضرتك مش هتخاف على ناديك، ما طلعش تتكلم. مش هتخاف على نادي الاسماعيلي اللي هو يعني بالنسبة لك كل حاجة، ده ان كان كده فعلا ما طلعش تتكلم. انت لو حضرتك بتحب نادي الاسماعيلي اطلع هاجم الادارات اللي كانت موجودة واللي اشتالت واللي كان قبلها. فين نادي الاسماعيلي؟ انا فاكر نادي الاسماعيلي في سنة يا جماعة كان بينافس والله العظيم الاهلي والزمالك، ومش من زمان، مش من زمان، ده من فترة قريبة. كان اعتقد حوالي 5 سنين 6 سنين. والله الاسماعيلي الدور الاول كان متصدر الدوري، والاهلي والزمالك كانوا بعاد جدا عنه. الاسماعيلي اي حد كان بيقابله، والناس اكيد هتفتكر الفترة دي، اي حد كان بيقابله مكسب مكسب. انا افتكر ان الاسماعيلي عمل سلسلة مكاسب يعني كبيرة جدا والله. فيا كابتن حسني بعد اذن حضرتك، يا تطلع تهاجم الادارات وتطلع تهاجم الناس المسؤولة عن وصول الاسماعيلي لهذا المستوى، يا ما تطلعش تتكلم. بلاش تصريحات ملهاش معنى وملهاش اساس وملهاش وجود من الاصل. السلام عليكم.